استطاع المنتخب البرتغالي من تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الإسباني بضربات الترجيح 5-4، وذلك بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لمثلهما، ليحقق المنتخب البرتغالي دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى التي حقق فيها المنتخب البرتغالي اللقب في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وذلك سنة 2019. وها هو يعود المنتخب البرتغالي مرة أخرى ويحقق هذا اللقب على جارته إسبانيا. لما نعود إلى سيناريو المباراة، نجد بأن المنتخب الإسباني كان هو الذي يسيطر على معظم مجريات اللعب، لكن المنتخب البرتغالي استغل الفترات التي كان فيها في أوج عطائه، وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق نونو مينديش وكريستيانو رونالدو، وقاد المباراة إلى ضربات الترجيح ليستطيع تحقيق اللقب. لما نتكلم عن كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب، أكبر لاعب يسجل خلال نهائي لدوري الأمم الأوروبية بسن 40 سنة، كما سجل رونالدو هدفه 138 مع منتخب البرتغالي، وكذلك لعب مباراته 221 مع المنتخب، ليثبت رونالدو بأنه واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة بأسرها، وأفضل لاعب في تاريخ الكرة البرتغالية. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.